السلام غزالات، اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم بسطيله ديال الحوت ديال العراضات الكبار. تجي هماويه وبنينه، تقدري توجديها غير بوحدك في الدار، ما تحتاجيش تكومونديها ولا حتى شي حاجه. اللي غنحتاجو فيها 3 كيلو ديال الحوت الابيض. استعملي اي حوت ابيض بغيتي، انا استعملت حوته وحده. استعملت القرب. الشرموله غادي نستعمل 2 قبضات ديال القزبر ومعدنوس، كركوبه ديال الثومه، كاس زيت الزيتون، كاس الا ربع ديال الحامض والمليحه. بالنسبه للقوامه نستعمل 2 معالق كبار ديال عطريه البسطيله الحوت، معلقه كبيره ديال التحميره فومي، ومعلقه كبيره ديال الثومه بودر. غنستعمل 3 المعالق ديال صوص نواكما، ومعلقه ديال صوص صوجا اللي تتكون ثقيله. وغنستعمل 3 المعالق ديال الهريسه. نخلط الشرموله ديالي ونشرمل الحوته. انايا غادي نشرمل الحوته وندخلها للفران. غناخذ الكروفيت كيلو اللي استعملت، غادي نشرملو ونحطو على جنب. نبي نبونطي البصيله ديالي. هنا بالنسبه للسيبيا خديت كيلو، قطعته درتو في الماء، ضفت عليه البصله، 2 غنديلات ديال الحامض، 3 الفصوص ديال الثومه، ومعلقه كبيره من نفس لاصوص اللي شرملت فيها الحوت وخليته يطيب. كيف طلع ليا الغليه نحسب ليه 10 دقائق ونطفي عليه ما نفوتاش باش ما يجينيش قاصح. هنايا الحوته ديالي صافي طاب، تنفضل نديرها في الفران باش ما تطلقلياش داك الماء ديالها. سيبيا وجدات حيدتها. غادي نخلط الخليط ديالي ونحطو على جنب، وندوز نوجد الشعريه اللي سلقتها في نفس الماء اللي طيبت فيه السيبيا. غنضيف عليها ساشيه ديال الفطر الاسود ومعلقه كبيره ديال الحار. بالنسبه للحار ضيفي القياس اللي بغيتي. غادي نضيف 4 كاس ديال زيت الزيتون وندوز باش نمونطي البسطيله ديالي. بالنسبه للوريقات ديال البسطيله تندهنهم غير بالزيت، ما تنستعملش الزبده باش ملي تطيب هي ما تجينيش رطبه. غادي نفرشها وشويه ديال الملح درتو على الورقه من الفوق باش تجيني مالحه. ونوضع الشعريه صينيه نصف الكميه، وغادي نوضع عليه الفرماج. هنايا خديت نص كيلو ديال الفرماج غابي. من بعد غادي نغطيها بالشعريه اللي بقات عندي ونوضع الحوت ديالي. هنا بنات بالنسبه للشعريه استعملت باكيه كبيره فيها 7 ديال الوحدات. من بعد ما نستف الحوت ديالي غادي ندوز نستف الكروفيت اللي خضر ما سلقتوش باش تيطلق ليا ديك البنه ديالو تيجيني في الطياب هو هذاك، ما تيشوفوش طيابو مع البسطيله. هنايا غادي نمونطيها، وكيف ما شفتوا راه تنمونطي وتندهن بالزيت. البنات اللي وصلت هذه المرحله من الفيديو ما تنساش الاشتراك، تفعيل زر الجرس باش يوصلها كل جديد، وتشارك الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالها باش تعمل فائده ان شاء الله. وشكرا لكم. هنا غادي ندوز نكمل البسطيله ديالي في المونتاج. انتي مونطيها كيف ما بغيتي، وانا تنمونطي البسطيله ديالي تندهنها واحد الدهنه خفيفه بداك الحار باش الورقه ديالي تجي منسمه بالحار وتجينا مالحه. من بعد غادي نزينها على شكل وريضات كيف ما شفتوا، والتزيين تيبقى لك زيني كيف ما بغيتي. انا هنايا راه خدات ليا كيلو ديال الورقه، نيشان شط ليا منه ورقه وحده هي اللي شاط. من بعد غادي نلويها في السلوفان ونحطها في الثلاجه حتى الصباح ان شاء الله عاد نطيبها. وهنا من بعد ما طابت البصيله ديالي غادي ندوز باش نزينها. تتزيني باش ما بغيتي نتي واللي بغيتي تزيني به. هنايا استعملت الفرماج غابي، استعملت لدان فومي بالحار ولا دان فومي بلا حار، وزينت بالكروفيت والفرماج. وكل وحده تزين كيف ما بغات. طبعا ما نساوش الحامض ضروري منه في بصيله الحوت. بالنسبه للكروفيت باش زينت خديت الكروفيت كغي هو اللي تيكون شويه كبير. وهذا هو الشكل النهائي ديال البسطيله ديالنا. نتمنى تعجبكم وتجربوها. وهنايا تنمونطيها باش توصل ماليها بصحه وسلامه بصحتهم. الى فيديو قادم ان شاء الله.